أكاديميسيان بريز سياسة مدار روشنبير همو كسيمن لقادة جواكي دكار وخباتي دكا ام جوار بجم روش باش خير هاتن بريان دست كم جوينا خبكن ام همو ميغانا حاضر بكن خلاكي بيدك بسر ديانا شيئا اليوم خسرت هين وكاداين وبكارن بهذا استراتيجي هينو ببيشروج هينو دا ام بركوان بكن بتايبت شي في جلي بحمو بيكادين خا بحمو زانست خا بحمو امكانيات ودرفت خا اب قد رزقار كريا سازي خا باكرنا ريبرتيا خا باكريا روج بروج اب ريبريا خسر بوامل كي بيج باكي حما جبوي جي وقت اركي جباكي جي تبلي ريبريا خسر بسازين خا نيرين خا بده بيشنيار خا وبكار بهفرة بفان إمكانيات الهين بكي خزمان ودرباسي جواكا خبكن بتايبت جي شورش عنا 10 سالي قدرباس بو بفان 10 سالا دا گلک دست کردی چه بون جبو خودی درکردن آمان دست کردیا جبو کام بکار پروژه ری ببریا خواست پروژه کی ماین دبه پروژه کی پیش روژا گلان دا پیش روژا پیکاته دا آرمان جو هیوین زاروكن بيشروجي بسر عدد بيغاني هدفها ما أول قوام تناب نرخي نتوى ديمقراطيك دا سيستما خبب مشينا وقال وريبا بني بهبرة بكاربه قال بريبا بدا وساسين خاابا بكا وخزمات وآدي خزمات بزاري بقرا حتى بهالوردة وزانستي بقرا حتى دحمو مجاري جياني دا أم بكاربن هدو تمام بكا جبينا هاجي دنابي أرمانجي دا تمام كرنا قادة جواكي بقادة ريبرتيرا بهبرة بكاربن استراتيجي كينو جدا 2023 دينا بفان إمكانيات الآن بشكل زلال وفكري جيالي خارا بيجن إمكانيات ودرفتي معاذن نضا 2020 يكي وكدوية دا بيرنجي ميزانيات إخا وأبيجن إمكانيات إخا مكرت بيرنجي خدمة دا وأدواته الإرهابية زيادة في التحديات والأزمات التي واجهت وما تزال تواجه الإدارة من خلال حالة التهجير القسري لأبناء شعبنا في عفرين وسريكانية وقريسبي والتهديد الأمني لأمن مناطقنا المستمر وحالة الحصار وقطع المياه في الفرات والعلوت واستهداف المؤسسات الخدمية والعسكرية وبالتالي خلق أزمات وظروف إنسانية صعبة حيث بقيت الإدارة وبإمكانياتها الذاتية لوحدها في مواجهة عدو وإرهابا عجز العالم بكل ما يمتلك من قوة إمكانيات في مواجهته إلا أنه استطعنا مواجهة هذا العدو والإرهاب بفضل تكاتف أبناء شعبنا بجميع مكوناته وإرادته وانتصرنا عليه واستطعنا في الاستمرارية وتقديم الخدمات رغم جميع الصعوبات والمعاناة التي تواجهها شعبنا. ومن خلال سعي الإدارة الذاتية لترسيخ الديمقراطية والمشاركة المجتمعية كان برنامج الإدارة في عقد الاجتماعات الجماهيرية عبر هيئاته ولجانه مع كافة شرائح المجتمع وعقد ورشات العمل مع المختصين والأكاديميين والوجهاء ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والتنظيمات النسائية بهدف أخذ الآراء والمقترحات والأفكار لتكون أساساً وخارطة في تحديد أولويات عملنا في العام القادم وخططاً ومشاريع استراتيجية مستقبلية وفق ما يمتلكه الإدارة من إمكانات وإيرادات تحدد حجم الموازنة السنوية. وفق الموازنة السنوية تقدم الإدارة من خلال مؤسساتها الخدمات وإقامة مشاريع استثمارية للنهوض بالواقع الاقتصادي والمعيشي والخدمي في مناطق الإدارة الذاتية. ولأن هذه الإدارة من رحم هذا الشعب وتمثيل حقيقي لإرادته وحرص الإدارة على التحلي بالشفافية والوصول إلى نظام ديمقراطي يكون فيه الشعب من يملك القرار وإدارة نفسه وتحمله لمسؤولياته وواجباته وضمان حقوقه
تعمل الإدارة عبر هذه اللقاءات والاجتماعات بوضع الشعب بالإمكانات المتوفرة والأعمال التي قامت بها، وتتحلى بروح المسؤولية في استقبال كافة الانتقادات والملاحظات، وتأخذ من الآراء والمقترحات والطلبات برنامج عمل لها. لذلك نأمل بأن تكون هذه النقاشات والآراء مصدر دعم وتصويب لعمل الإدارة في تحديد الأولويات ومشاريع العام القادم. الإدارة الذاتية التي تعتبر وتعتمد بشكل رئيسي على إشراك الإدارة للمجتمع من خلال إدارته ومن خلال منهجيته في اتخاذ القرارات، بالإضافة لتحديد الأولويات. طبعاً بمراحل معينة من عمر الإدارة ونتيجة للضغوط والتحديات والظروف التي عاشتها الإدارة ومرت بها والتي تمر بها إلى يومنا هذا، شعر بعض شرائح المجتمع ببعد الإدارة نوعاً ما عن الشريحة الشعبية، عن شرائح المجتمع الموجودة، وشعر بنوع من الانقطاع. وحتماً انقطاع الإدارة عن الشعب سيشكل نوع من الضبابية ومن غياب هذه الشفافية المرجوة، والشفافية التي هي بند رئيسي ترتكز عليه الإدارة الذاتية. وللوصول إلى هذه الشفافية المطلوبة من قبل الإدارة الذاتية كان لابد من تقوية مفهوم تشاركية المجتمع مع الإدارة في تحديد أولويات عام 2023. وحتما من يكون شريك في تحديد الأولويات سيكون أيضا شريك في تحمل المسؤولية. أسياد، وعشنا على هذه الأرض أسياد وسنبقى أسياد. لذلك عندما كونا الإدارة الذاتية وحصلت الأحداث في سوريا، كنا في شمال وشرق سوريا شجعان، واستطعنا أن نبني إدارة من كل مكوناتنا على أساس الأمة الديمقراطية، والأمة الديمقراطية هي أساس النجاح، لأن البناء القومي بناء هدام. لن تستطيع دولة أن تقف على رجليها ببناء قومي. البناء الأممي هو بناء أبدي. انتصرنا على أعدائنا عندما كنا نوفر كل سبل العيش الكريم لشعبنا، وهنا نحن موجودين لكي نضع النقاط على الحروف. أنا أتكلم باسم علاقات قوى الأمن الداخلي وباسم هيئة أعيان شمال وشرق سوريا. كيف نواجه؟ علينا تهديدات، نعم، لكن كيف نواجه هذه التهديدات؟ هل نواجهها بوضعنا الحالي؟ بالتأكيد هناك هو. بالتأكيد هناك هو. هذه التهديدات نواجهها بإرادة شعبنا عندما نوفر له ما يريد. وأقول لإدارتنا جميعا وهنا هيئاتنا وأحزابنا، نحن في عام 2020 والمنتصف الأول من 21 كانت نسبة مؤيدين تصل إلى 80%. حاضر الشعبي لإدارتنا 80% وما فوق. ولكن في المنتصف الثاني من 2021 على 22 بدأت القوة. لماذا؟ قد الإمكانات لم تكن متوفرة، قد تكون هناك ظروف أخرى قاسية. نعم، نحن نتعرض لحرب، وحرب قاسية جدا. هي حسب اعتقادي انه هي الاولويات بدها تكون لها. وفي البدايه انا ركزت على البيئه. صراحه البيئه عندنا في سوريا بشكل عام، وفي طبعا من ضمن شمال وشرق سوريا نحن عم ندمر البيئه من خلال سواء ممارسات مجتمعيه او حتى المؤسسات لها دور كمان في هالشيء. إذا بدنا نحكي عن الأزمة خلال 10 سنوات الحرب اللي عم تصير في سوريا لها دور، لكن المجتمع كمان له دور كبير. الغطاء الحراجي الشجري وين راح؟ اللي كان موجود في مناطق عديدة. أنا بحكي بحكم كوني قاطع في مدينة الحسكة عدة مناطق حراجية وبيدت يعني تم اقتلاع الأشجار منها. هذا له ضرر كبير على البيئة، ومو بس الغطاء الشجري، أيضا الحيوانات البرية في المنطقة. أنا اللي عم لاحظها من خلال تتبعي خلال 6 سنوات تقريبا، في تدهور كبير. كثير من الكائنات اللي كانت موجودة هي تعد يعني مناطق الجزيرة هي موطن لها اختفت. يعني أنا بقول شوي كمان الحشرات بدها تختفي من المنطقة. السبب ليش؟ في عندنا هون ممارسات
حكيت عنها إذا قلنا المجتمعية ولا المؤسسات لها دور، الوليدات والحرابات.